ما هو تقييمك لنسب المشاركة في الانتخابات كما سمعت الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لقناة بلادي ومشاهدي قناة بلادي. حقيقة هذه النسبة أنا أعتبرها مقبولية بالنسبة للشارع العراقي. هاي الظروف اللي يمر بها العراق اليوم ومقبولية الناخب العراقي على التقبل اليوم أنا أعتبرها 44%، نتيجة جيدة قياسا إلى الدورات السابقة وإلى الدورات الانتخابية السابقة. يعني الدورات الانتخابية السابقة أستاذ محسن كانت أكثر عدد، يعني وصلت أقل دورة وصلت إلى يعني 62 إلى 63%. يعني بالتنازل أخي العزيز، يعني لو لاحظنا الدورة الأولى بال70 وبعدين وصلت إلى مراحل وإلى أن في مرحلة، هذه المرحلة مقبولية بالنسبة في هاي الظروف أنا أعتبرها وامتحاض المواطن العراقي نسبة 44%. أعتبر أنا عرس عراقي كبير. دعني أهني الشعب العراقي، فاتني أهني الشعب العراقي وبهذه الثورة البنفسجية الجميلة التي انطلقت اليوم صباحا بزخات مطر حقيقة. حتى الشتاء اليوم الشتاء يرفض تسليم السلطة يعني. واليوم هذا الجو الرائع وهذا المناخ الجميل، وانطلقت الثورة البنفسجية الجميلة في بغداد. نهنئ مرجعيتنا العظيمة صانعة خارطة الانتصار، واليوم هي صانعة خارطة النصر حقيقة والإصلاح. لا أمل لنا في أملنا في الديمقراطية، لا أمل في الدكتاتورية. طيب يا سيدي الكريم، يعني كيف تقرأ مستقبل العملية السياسية بعد انتهاء الانتخابات والدخول في مرحلة النتائج والائتلافات وما بعدها؟ حقيقة على النتائج التي تطلقها مفوضية الانتخابات وتصرح بها، أقول لم تكن هناك فوارق كبيرة بين الكتل السياسية، أي بمعنى آخر لم تكن كتلة مميزة عن الكتلة الثانية، وهذا سيصبح تشكيل حكومة صعب في إلا تنازلات كبيرة من بقية الكتل السياسية على حساب الدولة في المرحلة القادمة. أنا أشوف يعني المرحلة القادمة تشكيل حكومة في ظل هذه الانشطارات وهذه الكتل وتشظي هذه الكتل السياسية، تشكيل حكومة في الوقت الحاضر صعب وولادة عسيرة نعتبر. طيب، يعني كسؤال أخير يا سيدي الكريم، هل تتوقع ولادة قيصرية للحكومة المقبلة، أو أنها ستكون أسهل من ذي قبل، أم أن معطيات الانتخابات هي من تفرض ذلك؟ اليوم الكل هو يطمح أن يكون على رئاسة الوزراء، والصراع اليوم هو بين الكتل، وهذه الصراعات جميعها على رئاسة الوزراء، وهذه مشكلة كبيرة. واليوم لم تكن هناك كتلة كبيرة هي بيضة القضبان مثل الدورات السابقة. كان إقليم كردستان هو بيضة القضبان بتشكيل الحكومة، لكن اليوم كل المعطيات تغيرت وكل الأوجه تغيرت أنا أعتقدها، ولم تكن هناك بسبب هذا التشظي وهذه الكتل، أي لا تكون كتلة كبيرة على حساب كتلة صغيرة، وهي صعب جدا أعتبرها بالنسبة لهذه الدورة في هذه المرحلة.